كل هذه السنوات وحنا نتسلح لكي نهدد المغرب. كل هذه السنوات حارمينا من التنمية، حارمينا من العيش الكريم. تتسلحون بمليارات الدولارات، مليارات الدولار، الملايير صرفت على الجيش الوطني الشعبي الجزائري. بعدها تقولوا لنا بأنه العدو هو المغرب. العدو المغرب الجار العزيز، المغرب إخواننا هم العدو، جيراننا اللي دفعتوهم أنهم يطبعوا مع الكيان، ودفعتوهم أنهم يتحالفوا مع كل القوى الغربية لكي يحموا أنفسهم من أموال الجزائريين اللي تسلحتوا بها باش تهدوا بها إخواننا المسلمين وجيراننا المغاربة. احنا أصبحنا نهدوا في إخواننا وتدفعوا فيهم باش يروحوا يتحالفوا مع قوى أجنبية باش يحموا نفسهم منا، ويقولوا لشعبهم المغاربة، يقولون الملك نتاعهم يقول لشعبه أنه نحن مهددون من جيراننا الجزائريين، تسلحوا لكي يهددوننا. مغاربة، دولة في زاوية القارة لا تملك حدود برية مع أي دولة إلا الجزائر، تقطع عليها الحدود البرية، تقطع عليها الحدود الجوية، تقطع عليها الحدود البحرية، تقطع عنها النفس. أعطيني دولة في العالم تعاني هذا الخناق مثل ما تعانيه المغرب من الجزائر. أعطيني دولة في العالم تعاني خناق وغلق كما تعانيه دولة المغرب. ما يغرك حتى واحد. الجزائر والله العلي العظيم قسما بالله مشروع والله غير مشبوه، ومشروع مدعوم من الكيان والله العلي العظيم. والله لو كانوا اللي حاكمين الجزائر ناس عقلاء لكانت المغرب حليف استراتيجي ودولة شقيقة مفتوحة الحدود على مصراعيها. تقول لي المخدرات، الحمد لله المخدرات موجودة في الجزائر. يعني أعطيني يوم واحد ما كانش كاين المخدرات في الجزائر يعني.